هل في ممكن كيس او اكياس تطلع جوه الفك، او كيس ميه او كيس دهن اللي بنقول عليه، بنسمع المصطلح ده. دكتور انا اكتشفت قال لي عندك كيس دهني او كيس ميه تحت الضروس. هو ممكن الكيس ده فعلا يطلع جوه الفك نتيجه مثلا هو طبيعي لو في سنه ما طلعتش او ضرس مدفون ممكن يتكون عليه الكيس ده بيكبر مع الوقت، او سنه مسوسه والتسوس وصل العصب وعدى العصب وعمل خراج وعدى مرحله الخراج وبدا يكون كيس تحت السنان جوه الفك. الكيس ده بيكبر مع الوقت. الكيس ده ضروري طبعا لازم يتم التدخل جراحيا ويتشال. طبعا ممكن اخلع السنان او ان انا احافظ عليها واعمل لها علاج عصب واعمل عمليه جراحيه لقص للجزء الاخير من الجذر مع استئصال الكيس ده جراحيا وكحت للمكان ده. المكان بيتقفل عادي بغرز والدنيا بتعدي طبيعي. في حالات بتحتاج فيها زراعه عظم في المكان ده وطبعا ده افضل عشان يعني نفس الكونتور او السيمتريه او شكل الفك يكون موجود بعد العمليه الجراحيه. فالعمليه بسيطه جدا وبتتم سواء بالبنج الموضعي او البنج الكلي على حسب حجم الكيس وعلى حسب الوقت المتوقع للجراحه وعلى حسب تعاون المريض برضه مع الدكتور. يعني العمليه محتاجه تعاون المريض مع الدكتور جدا. يعني بتحصل برضه ايه المضاعفات اللي بتحصل منها اللي هي طبعا الورم والوجع والالتهابات البسيطه اللي بتحصل، وكل ده بيروح بالعلاجات بعد اسبوعين بالكثير ان شاء الله وتكون عمليه بسيطه جدا.